السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم احدث الادوات المنزليه، فعلا هتوفر عليكي في الوقت والجهد، وجايبه لكم كده شويه تحف فنيه. يلا مع بعض نبدا الفيديو. انا كنت محتاره ابدا بايه ولا ايه، كلها احلى من بعض. اول حاجه معانا، يلا نقول بسم الله الاول. اول حاجه معانا بتاع الايس كريم. هتعملي بقى كل الفواكه الطبيعيه تحولها لايس كريم وتبقى صحيه جدا ليكي ولاولادك. دي بقى مش عارفة أقول عليها إيه، الصين يا جماعة هتجننا بمنتجاتها وبحركاتها وبكل حاجة حلوة بتعملها. دي هتنفعنا جدا في المصيف، وهتنفعنا في البلكونة لو عندنا عزومة كبيرة، هتنفعنا في حاجات كتير. أو اكتبوا لي برضو في التعليقات تنفعنا في إيه تاني. في منها بقى أشكال، أنا عاجبني الشكل الأولاني اللي على إيدك الشمال ده. أيوه هو ده، شكلها حلو أوي. تعالوا مع بعض نشوف المبخرة الحلوة دي. المبخرة دي يا جماعة بنحط فيها زي ما احنا شايفين كده أي معطر أو أي برفم، فهتخلي الجو ريحته حلوة قوي. الناس بقى اللي ما بتعرفش تكسر البيض وبينزل منه حاجات كده، بتحصل لي كتير وانا بعمل البيض بينزل منه حاجات، فدي هتوفر عليكي. اما دي يا جماعه اسمها قصافه المكسرات، هنقدر ان احنا نقشر اللب والسوداني واي مكسرات بمنتهى السهوله. تعالوا مع بعض في النهارده يا جماعه حاجات كتيره جدا، وكلها زي ما قلت لكم مفيده لكل مطبخ. بصي بقى، كلنا بنتعرض لحوادث، المطبخ مليان حوادث، اللهم عافينا واعفو عنا يا رب. فدي هتسهل عليكي خالص، بصي في ثانيه واحده. وكمان بنقدر نبرش بيها اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شفنا الأداة دي يا جماعة هتقشرلك التوم بمنتهى السهولة. مش التوم وبس، بنعمل بقى حاجات كتيرة خالص، ممكن نعمل بقى برضو الفاصوليا، ممكن نعمل بقى حاجات كتيرة قوي. تعالوا مع بعض نشوف ايه تاني. دي في ثانية بتقطع لك الحتة اللي في النص بتاع التفاحية دي بقى، وبعد كده نقطعها شرايح بمنتهى السهولة. وانا مش عارفة خرمها من الناحية التانية ليه، مش عارفة هما بيحشوه كده عادي ولا ايه. والزيتون كمان والتمر بتاع البلح. تعالوا نشوف الحيلة دي عجبتنا قوي، فعشان كده حبيت ان انا اجيبها لكم. المضرب ده كله بيقول ده ملوش لازمة، والناس اللي بتقول ملوش لازمة لا طبعا والله موجود. وبنعمل بيه فوم، لو جربتيه بيعمل فوم كبير قوي للنسكافيه والكابتشينو. بصوا بقى هنا بقى زي ما احنا شفنا كده هنعمل ايس كوفي، او نعمل فيه اي حاجه زي ما احنا شايفين. هو جايب لك طريقه حلوه قوي، يعني كطريقه تقديم لو عندك ضيوف، او انت حابه بقى كده تروقي شويه كده على نفسك وعلى اسرتك، هتقدري تعملي الطريقه الحلوه دي. ومش لازم نفس الحوار او نفس اللي هو بيعمله. هو انا بس عايزه اقول لكم ان المضرب بتاع النسكافيه ده مفيد، وبيعمل الفوم وبيخلي الحاجه شكلها حلو قوي. الطريقه دي عجباني قوي، هبقى اجربها يا جماعه. ولو جربتها هبقى اعملها لكم في شورتس كده وهنزلها. واللي جربها قبل كده يكتب لي في التعليقات، شكلها حلو قوي. دي بقى بتتباع 4 قطع مع بعض. أول قطعة بتقطع المانجا، دي بتقطع التفاح. القطعتين اللي تحت مع بعض شايفينهم اهو، زي ما انتم شايفين كده بتعمل البرتقال بمنتهى السهولة. هنقدر نقطع بقى الفواكه. حلوة أوي، فكرتها حلوة. كان قبل كده بتاعة التفاح، أنا عندي بتاعة التفاح بس بصراحة يعني ما عنديش بتاعة البرتقال وبتاعة القطاعة التانية بتاعة المانجا. فبصراحة بفكر ان انا اجيبهم برضو، هنتخلص من البذرة بتاعة المانجا بمنتهى السهولة. تعالوا مع بعض، لسه النهاردة في حاجات تانية كتير. المسكة دي زي ما احنا شايفين كده هتقدر تمسك لك البيض والحاجات المدورة، لان احنا عارفين المسكات بتبقى كده اللي هي المربعة او المستطيلة، فدي مدورة كده. دي بقى فكرتها حلوة قوي، عجباني قوي. اللي هي الفرشة، طبعا كلنا عندنا الفرشة بس من غير اللي هو الخزان اللي ورا ده. فدي بقى تقدري تجيبيها الفرشة بالخزان بتاعها للزيوت، وهتستخدميها بمنتهى السهولة. كوفي ميكر، انا ما جربتهاش قبل كده بصراحه يا جماعه، فاللي جربها يكتب لي في التعليقات. بس فكرتها حلوه. وكمان مش لازم كوفي ميكر، هي نفس الفكره بتاعتها، بس ممكن نحط بقى الاعشاب زي ما احنا شايفين كده. شكلها حلو برضو وشكلها تحفه وعمليه. اللي جربها يا جماعه زي ما قلت لكم يكتب لي في التعليقات. واللي جرب اي حاجه وطلعت مش كويسه، المنتج مش كويس، يكتب لي برضو على اسمه في التعليقات، وانا هجيب الفيديو وهشرح عشان الناس كلها تستفيد. الفرشة دي حلوة بصراحة، انا بتمنى ان انا اجيبها لابني برضو عشان يسلك له شعره بسهولة. هنا بقى نقدر نحط الشاي، او نقدر نحط كركديه، اي اعشاب احنا عايزينها، وبنستخدمها برضو في نفس الوقت كمعلقة. فكرتها برضو جديدة وحلوة. دي بقى بتهرس التوم زي ما احنا شايفين كده، شوية ادوات يعني حلوة، وهتوفر فعلا علينا بالنسبة يا الوقت جماعة للناس اللي والمجهود. بتسألني نقدر نشتري الحاجات دي منين. الحاجات دي مش هقدر اقول في الفيديو علشان ممنوع ان انا اقول اسم شركة بعينها او اسم مكان معين.
هاقول لكم إن شاء الله في الكومنتات، اللي عايز يسأل على أي حاجة يكتب لي في التعليق وإن شاء الله أنا باجاوب على كل التعليقات. وكمان عايزة أقول لكم على حاجة، إن في حد بيقول لي إن إحنا بنشتري الحاجة غير اللي بتبقى معروضة. عايزة أقول لكم إن الصين مثلًا أو أي حتة بتصنع نفس القطعة بالضبط، بتصنع منها نسخة كوبي. على حسب المستورد بقى، ممكن المستورد يروح يطلب الحاجة الأصلية وبتبقى سعرها أغلى طبعًا، وممكن يطلب حاجات النسخة الكوبي عشان بيبقى سعرها أقل، هي الفكرة في كده. المشكلة في المستوردين يا جماعة، أو الناس اللي بتستورد البضاعة من برّه، فالمفروض بقى إيه، على حسب المكان بقى اللي أنتِ جايبة منه. في أماكن بتبيع الحاجة الmaterial بتاعتها perfect، يعني أحسن حاجة وأنضف حاجة، والأماكن دي بتبقى معروفة. وفي محلات تانية بتستورد الحاجات اللي جودتها أقل، فبيبقى على حسب زي ما قلت لكم، حسب المستوردين. لو عندكم يا جماعة أي أسئلة سيبوها لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله أنا هرد على كل أسئلتكم وكل الفانز. انتوا عارفين طبعا إن أنا بحبكم جدا كلكم. يلا مع بعض بقى نكمل حلقتنا. انا رغيت كتير، ما تزهقوش مني بالرغي بتاعك كتير قوي ده، بس عشان افهمكم. دي يا جماعه زي ما احنا شايفين كده مانع للطرطشه، واحنا بنعمل بقى الاكل كده بيبقى الزيوت بتطرطش على ايدينا وساعات بنتلسع، فدي هتمنع الحاجه زي دي. مفيده جدا لو عندك اطفال وكل شويه يخبطوا في الترابيزه وبيحصل حوادث والكلام ده كله. والكرسي ده مريح قوي الناس اللي بتشتغل بقى على مكتب او حاجه فتره طويله، فالقطعه دي هتفيدكم قوي، او الاداه اللي احنا بنحطها في الكرسي دي هتفيدكم قوي. دي عجباني جدا، وانا شخصيا بفكر اجيبها ان شاء الله. هتفيدنا في حاجات كتير، وهعلق عليها مفاتيح الشقه بصراحه، وهحط برضو منها قطع في المطبخ، ولو جبتها برضو اي حاجه هجيبها هوريها لكم ان شاء الله. بفكر اعمل فيديوهات كده. دي حاجه كده، ماده بترجع لك الحاجات الجديده زي ما كانت. ده بقى بتاعت الصابونه، اللي بتحطي الصابونه كده بتطلع لك، بتبريها من تحت تضغطي عليها تطلع لك بقى كده بتفتفتها، وتغسلي ايدك كده اكنها شاور. دي بجد عجباني. هتقدروا تصنعوا الاندومي في البيت زي ما احنا شايفين كده. بنحط كوبايتين دقيق وعليها كوبايه ميه او كوبايه لبن، وبتتحكمي في السرعه بتاعتها، وبتتحكمي في حجم المكرونه. دي رفيعه ومكرونه اتخن شويه، ومكرونه اتخن واتخن اللي هي اللازانيا التخينه قوي دي. فاحنا بنقدر وممكن نعمل منها بقى الاندومي ونحط نكهات واحنا بنعمل العجينه نفسها. فكره حلوه وفكرتها جميله. تعالوا مع بعض نشوف الفكرة الجديدة دي. بصوا يا جماعة، يعني المفروض نجيب التوابل ونطحنها في البيت، ده الصحي بجد والله. ومعظم الدكاترة بيقولوا طحنوا التوابل في البيت وتبقى طازة 100%. فالجهاز ده هيوفر عليك الحتة دي. تعالوا مع بعض. المكنسة دي برضو حلوة قوي وعجباني قوي. بصوا هتقدروا تنضفي بقى الانتريه والستاير، وكمان تقدري تطلعي الاوساخ والاتربة الموجودة على البتاع بتاعت السرير، المرتبة نفسها. الجهاز ده يا جماعة حرفيًا بيوفّر في الوقت وفي المجهود. الحلة بتاعته stainless زي ما إحنا شايفين كده، وبيعمل لِك الأكل في ثانية. في ثانية هتعملي الرز وهتعملي الخضار، هتعملي اللحوم، هتعملي كل حاجة. بتضبطي البرنامج كده وهيطلع لِك كل حاجة طيبة وصحية وجميلة. وممكن كمان ما تحطيش عليها سمنة ولا زيت كتير، يعني حاجة بسيطة كده، تحطي معلقة سمنة كده، لأن الرز المتحمر بياخد زبدة كتير وبياخد زيت، وانتم عارفين طبعًا الناس اللي بتطبخ في المطبخ. لكن دي صحية، وممكن ما تحطيش عليها زيوت خالص لو انتِ بتعملي دايت أو ماشية بنظام غذائي معين. السجادة دي عجباني أوي. السجادة دي يا جماعة بتسخن الأكل. أنا كنت جايبة لكم فيديو قبل كده، ده برضو نموذج تاني. هتقدري ان انت تحطي الاكل وتسخنيه. لو الاكل برد بتغرفيه عادي علشان ما يشيطش تاني على البوتاجاز، لان في اكلات معينه ما ينفعش ان احنا نسخنها، فده هيسخنهولي. دي بقى حرفيا يا حرام نقول عليها باسكت زباله، شكلها حلو قوي، خصوصا الاطفال هتفرح بيها. وممكن تتحط في الصالون برضو، وفي منها الوان، اللون الاسود بتاعها تحفه زي ما احنا شايفين كده، وبعجل ونضيفة وحلوة. بس بحطه في قلبها بقى كيس لما نيجي نستخدمها. تعالوا نشوف معانا ايه تاني. ده يا جماعة بصوا بتحطوه كده في الباب بيعمل صوت. انا بحب الحركة دي قوي. انا عندي بس اللي هي العادية خالص دي، اللي هي بتاعت زمان دي، عندي كنت معلقاها في الباب بس باظت، وبنتي وهي صغننة كانت بتلعب بيها وبوظتها. ده يا جماعة الشكل الجديد للاير فراير، شكلها حلو قوي برضو، بيوفر في الوقت وفي المجهود، وبيعمل كل الاكلات، وبيعمل اكلات صحية جدا. يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك، انا بتعب جدا عبال ما اجيب لكم الترندات، فحطوا لي لايك. والناس اللي اول مرة بتشوفني يا ريت تحطوا لي متابعة، والله ما تخسروا حاجة خالص. انتوا بالعكس بتخلوا الفيديو يوصل لناس تانية. يعني اللايك بتاعك هيفرق معايا انا بس مش هيفرق معاكم انتوا. وقولوا لي عايزين اعمل لكم حلقات عن ايه، ولو اي سؤال انا بجاوب عليه.